السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم واحلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. معاكم في البلد يوكل مع عبير. جايه لكم بقى في فيديو جديد، وحشتوني جدا 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 وبحبكم جدا في الله. انا النهارده باذن الله هعمل لكم بقى فطيره جميله وخفيفه وظريفه. هعملها لكم تقدروا تعملوها بقى سريعه كده، متاخدش في ايديكم 10 دقايق. لو لسه بقى ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك للفطيرة بتاعتنا الخطيرة الحلوة دي. ونقول بس نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي يا جماعة على الحبيب المصطفى، عشان دي بتفتح لنا الابواب المقفلة وبتدخل لنا رزق في البيت. انا هنا كده مقطعه بصلتين كبار كده حلوين، مقطعهم قطع صغير كده خفيفة. ولو عايزه تبشريها او تعمليها في الكب عادي مفيش مشاكل، بس انا حبيت اقطعها لكم كده. قلت بقى نغير من الروتين بتاعنا اللي احنا بنعمله على طول. الفطيره بقى دي يا حبايبنا تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. تعمليها في اي وقت وتبقى خفيفه على اولادنا ويحبوها جدا جدا، ويحبوا يطلبوها منك على طول. انا هنا يا حبايبنا جبنا الطاسه بتاعتي، حطيتها على النار ونزلت وحطيت لها معلقه سمنه. تمام. وكده هنزل البصل بتاعي اللي انا مقطعاه ده. البصل بقى بتاعي ده وانا بعد ما قطعته رشيت له رشة ملح بسيطة كده خفيفة، عشان بس البصل ده عايزاه يدبل معايا فينزل المية بتاعته، فاديله ريحة ايه، ريحة ملح بس كده خفيفة. تمام. انا هنا يا حبايبنا هجيب معايا الفراخ بتاعتي 4 كيلو صدور مقطعاه حتت صغيرة كده. ولو لحمة ماشي مفيش مشاكل، صدور فراخ ماشي، شاورما ماشي. انا هنا عندي صدور فراخ قطعتي 4 كيلو كده. وعندي برضو فلفل رومي. لو عندي برضو فلفل الوان مفيش مشاكل، انا بصراحة كان عندي فلفل رومي قطعته. عندي هنا توابل فراخ، وعندي ملح، وعندي هنا توابل الفراخ برضو، بس اللي هي ال7 بهارات. تمام. وهحط برضو ورقتين رولة، عشان الورقتين رولة دي انا بحبهم، بيدوا طعم للفراخ او للحمة. تمام. انا كده نزلت بالفلفل بتاعي حبايبنا كده على النار. خليت بس البصل دبل معايا كده شوية وخد تشويحة كده خفيفة. ونزلت ايه بالفلفل بتاعي. قلبت الفلفل شوية، خد حاجة بسيطة جدا. ونزلت بالفراخ بتاعتي. عايزه اقول لكم بقى يا حبايبنا حاجه بسيطه جدا، معلومه بس بسيطه كده، ما حبيتش بس اللي انا تروح منكم كده. انا هنا قبل بعد ما قطعت الفراخ بتاعتي ودلوقتي عملت لها ايه، حطيت لها شويه توابل من 7 بهارات، عشان عايزه الفراخ بتاعتي تشرب في التوابل كويس قوي قبل ما تنزل في الصدمه. تمام. انا هنا نزلت ال7 بهارات بتاعتي والتوابل بتاعتي كلها واقلبها فيها كويس، علشان عايزه الفراخ بتاعتي تشرب في التتبيله بتاعتها. وهي بس انا حطيت لها قبل ما تتحط على النار شويه توابل، ودلوقتي نزلت عليها التوابل، فهسيبها شويه على النار وهقلبهم كده تقليبه كويسه. عايزاها بس تشرب التوابل بتاعتي كويس جدا، عشان الفراخ انا عايزاها دي صدور فراخ، فعايزه التتبيله بتاعتها غير اللحمه. اللحمه بتقدر طول ما هي على النار بتقعد تشرب فيها، انما الفراخ عشان دي صدور بتبقى ناشفه شويه، فانا عايزاها ايه، تشرب في كل التتبيله بتاعتها، فهسيبها شويه على النار. انا هنا يا حبايبي معايا 2 من الجلاش، هقطع بس جلاشه قدامكم كده. عايزاها قطع صغيره كده زي ما انا بوريها لكم حلقات كده. تمام. ده بقى الجلاش بتاعنا اللي احنا هنعمل بيه الفطيره. مش هنحتاج بقى اللي احنا كنا بنحط ورقه ورقه وبنعمل بيها بسمنه. ده بتبقى حاجه خفيفه والاطفال بيحبوها، وهتبقى لذيذه جدا وهيطلبوها منك على طول. انا قطعت كده الجلاش بتاعي ووريته لكم اهو يا حبايبنا. عايزاه كده خفيف ويبقى ظريف كده معانا. انا كده معايا نص كوبايه سمنه بالظبط. سيحتها بس ايه حاجه خفيفه كده تفك. وهقلبها على الجلاش بتاعنا كله. ليه بقى؟ احنا مش عايزينه يبقى فيه سمنه كتير، انا عايزه يبقى فيه سمنه خفيفه. تمام. انا هنا يا حبايبنا معايا الطاسه بتاعتي. الطاسه بتاع الصينيه بتاعت البسبوسه ماشي. اي صينيه عندك ماشي مفيش مشاكل. اي حاجه عندك، اي صينيه مش هتمنع يعني. تمام. انا هنا دهنتها سمنه. تمام. دهنت الصينيتين لان انا هعمل فطيرتين، واحده بالفراخ وهعمل واحده بالجبن. تمام. انا كده الفراخ بتاعتي استوت معايا وبرها لكم اهي. تمام. وبقلبها بس اشوفها استوت تمام كده وكويسه معايا ولا لا. هي استوت وانا طفيت عليها كده، جبت الصينيه بتاعتي. هبتدي بقى انزل الجلاش بتاعي
انا الجلاش بتاعي ما نشفش ليه يا حبايبي؟ انا عشان اول ما قطعته على طول حطيت له السمنه بتاعتي. عايزه مثلا ممكن تضيفي عليها، تلغي السمنه وتحطي زبده، مفيش مشاكل. عايزه تخلي تشكليها سمنه وزبده عادي برضو مفيش مشاكل، دي حاجه براحتك انتي. تمام، انا كده نزلت نص الكميه بتاعت الجلاش بتاعي. عملت طبقة كده، هنزل برضو الفراخ بتاعتي بصوا بقى شكلها جميل ازاي. انا قلت لكم ليه التوابل بتاعتي عشان انا عايزاها تشرب كل التوابل، بقاش فيها ميه، تبقى بقى شاربة في البصل والفلفل، خطيرة جميلة. فيش بعد كده والله، هتشوفوها هتقولي بجد تسلم ايديكي. حاجة كده خفيفة الاولاد تقدر تاكلها وهيحبوها جدا. انا كده عندي جبنة شيدر، هحط كده شوية جبنة شيدر. لو عندك بقى حبيبتي جبنة موتزاريلا ماشي، جبنة اي نوع جبن انت حباه ما فيش مشاكل، الجبن اللي عندك حطيها. تمام. عايزة مثلا تلغي الفراخ وتخلي لحمة، تخلي مثلا لانشون، اللي انت عايزاه، دي الحاجة الحشو ده اختيارك انتي. عايزة تخليها جبن زي ما انا هعمل برضو هوريكي، بس احط لها بس جبنة بس مفيش مشاكل. جبنة وحبة زيتون كده خفاف، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اللي عندك يا حبيبتي حطيه. تمام، انا كده حطيت الجبن بتاعتي، حطيت الجبن دي بقى انا عايزاها كده طرية كده وخفيفة، علشان بجد يا حبايبنا الفطيرة دي خطيرة جميلة بصراحة، هتاكلوها مفيش حاجة احلى من كده. حاجة كده خفيفة تقدري تستمتعي بيها وانتي قاعدة كده 10 دقايق، تقومي كده تعمليها على طول في لحظة، ولا مواعين ولا كركبة ولا اي حاجة. هتجربيها وبصراحة وتقولي تسلم ايديكي. انا كده يا حبايبي نزلت نص الكمية بتاعة الجلاش بتاعتي. اهم حاجة الجلاش في الخطوات الاساسية اللي انت تعمليها عشان ما ينشفش معاكي، اللي انت زي ما قلت لك تحطي له سمنة، زبدة، سمنة اللي عندك مفيش مشاكل. اهم حاجة حبة الجبن اللي عندك في التلاجة حطيهم، ما تسترخصيش. هما حبة الجبن دول اللي بيدوها طعم وبيخلوها كده طرية وجميلة وخفيفة. انا اي جبن عندي في التلاجة لازم أنا احطهم، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اي حاجة. انا هنا كده حطيت يا حبايبنا، عملت الصينية بتاعتي التانية، حطيت نص طبقة الجلاش. تمام، عملتها، ودي زي ما وريتكم كده عملتها بالجبن والزيتون بس. احنا كده يا حبايبنا خلصنا الصينيتين بتاعتنا الفطيرتين. تمام، انا هنا معايا كوب حليب، انا كنت غالية الحليب. تمام، وسبته لما يبرد خالص وحطيت له معلقه بيكنج باودر. البيكنج باودر بتعمل معايا، البيكنج باودر هي اللي بتخلي الفطيره معايا هشه. تمام، انا حبيت بس اوريها لكم وهدوبها كويس جدا. وكده يا حبايبنا بعد ما قلبنا بقى الحليب مع البيكنج باودر قلبناه كويس جدا كده، معايا بضايه هقلبها كويس برضو جدا عشان انا عايزاها تفك من بعضيها قبل ما انزل اللبن عليها. تمام، هحط لها بس معلقه حاجه بسيطه كده معلش، بهارات. تمام، اقلبها كويس جدا كده، عايزاها تفك وتبقى سايله معايا عشان هنزل عليها كوب الحليب. تمام، هنزل دلوقتي كوب الحليب عليها. عايزه تزودي حليب تاني مفيش مشاكل، بس هو الحليب اللي انا حاطاه ده على قد الصينيه بتاعتي. تمام، عشان ما تبقاش طريه بس معاكي. عايزه تزودي شويه مفيش مشاكل، بس هو ده المقدار الصح اللي انا مديهولك. انا كده هنزل بكوبايه الحليب بتاعتي اللي انا قلبتها مع البضايه مع شويه التوابل. حطيت برضو رشه ملح خفيفه كده. تمام، دوبتها برضو، كنت مدوباها مع اللبن بتاعي. تمام، انا كده جبت الصينيه التانية بتاعتي، هنزل برضو قلت اوريكم برضو. حطيت برضو عليها شويه توابل صغيرين. تمام، وقلت برضو هوريكم نص معلقه البيكنج باودر. تمام، هقلبهم كويس جدا، لازم اقلبهم قبل ما انزل اللبن عليهم، اقلبهم كويس ليه؟ عشان انا عايزه البيضه تفك والبيكنج باودر وشويه التوابل كله يبقى ايه مع بعض. تمام، انا دلوقتي ايه هجيب الكوب الحليب ده انا كنت غلياه وركناه لغايه ما برد خالص، اهم حاجه يبرد. تمام، عشان ايه اعرف ايه انزله مع البيض، ما يبقى لو انتي نزلتي اللبن وهو سخن مع البيض
هيقفش معاكي. تمام. انا كده بسم الله الرحمن الرحيم هنزل اللبن بتاعي، هنزل كده من على الجناب واحده واحده كده بالراحه. تمام. لو انت مثلا حسيتي الصينيه اللي انت عاملاها اكبر شويه، عادي تزودي اللبن بتاعك، مفيش مشاكل. اللبن بتاعك يعني لو هتعملي صينيه اكبر حطي كوبايه ونص. تمام. انا كوب الحليب بتاعي بصوا على قد الصينيه بتاعتي زي ما انا ما قلتلك. تمام. ودي بوريها معاكي. بسم الله ما شاء الله، كل اللي ياكلها من تحت ايديك يقول بسم الله ما شاء الله عليه. انا كده يا حبايبي مجهزه الفرن، كنت مسخناه الاول، قعد شويه كده حوالي 10 دقايق يسخن، ودخلتها على درجه حراره 180. هنسيبها بالظبط 15 دقيقه ونطلعها بألف هنا وشفا. شايفين يا حبايبي الفطيره بتاعتنا الجميله الخطيره دي؟ بصوا طريه جميله، مش عايزه اقول لكم ازاي وانا بوريها لكم. بصوا ناعمه وطريه وجميله، ومفيش احلى من كده بصراحه. كل ما هتعمليها هتبقى خطيره معاكي. واحلى فيديو للفطيره بتاعتنا النهارده الخطيره الجميله دي، واحلى اخوات واحلى حبايب في الدنيا. بحبكم جدا في الله، ويا رب تكون عجبتكم. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك للفيديو الأحلى فيديو للفطيرة الخطيرة بتاعتنا الجميلة النهاردة. اخواتي وحبايبي بحبكم جدا في الله، وانتوا عيلتي التانية، ويا ريت تدعموني وتشتركوا في القناة عشان انا ببقى مبسوطة لما بشوف حد بيشترك في القناة ويبعتولي كومنتات، عشان انا محتاجة دعمكم. ويا رب تكونوا بخير، واكون عند حسن ظنكم دايما يا رب. واهم حاجة اكون بفيدكم وبنزل لكم فيديوهات اللي انتوا بتحبوها واللي انتوا عايزينها. ولو بتحبوني ابعتولي في الكومنتات، ومحتاجة دعواتكم ليا ودعمكم ليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.